فالخوارج هؤلاء من ألد أعداء الأمة، ولذلك هناك 3 أعداء على بلاد التوحيد، أسأل الله أن يخلص بلاد التوحيد منها. 3 أعداء قد برزت أنيابها على بلاد التوحيد، أسأل الله أن يخرجنا وحكامنا وعلماءنا وعامة شعبنا من هذه الأنياب سالمين غانمين. 3 أنياب أسأل الله أن يكسرها على صخرة التوحيد. ناب الصفوية الرافضة، والناب الثاني ناب الليبرالية العلمانية، والناب الثالث ناب الخوارج. هذه الأنياب قد كشرت على بلاد التوحيد، وليس ثمة عدو لها في الأرض إلا بلاد الحرمين، ولا تزال في ليلها ونهارها تهدد بلاد الحرمين بالغزو وبالتفجير وبالتدمير وبالإهلاك وبالويل والثبور. لا هم لهم إلا نحن. ما تعرضوا لليهود ولا تعرضوا للنصارى ولا تعرضوا للكفرة الملاحدة، وإنما همهم بلاد التوحيد، لأن من صفات هؤلاء الطوائف القذرة النجسة التي هي أنجس من القردة والخنازير، من صفاتها أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهيا أيها الإخوان نتعلم صفات الخوارج حتى نحذرهم ونحذر أبناءنا من الوقوع في شراكهم وحبالهم، وحتى نحذر أمتنا من الوقوع في شيء من شباك هذه الطائفة القذرة المنافقة. فمن أوائل صفاتهم كثرة تيههم عن الحق، فالله لا يوفق الخوارج للحق، لأن الله لا يوفق للحق إلا من طلبه. والخوارج لا يطلبون الحق، بل يطلبون شهوات النفوس، ويطلبون الشبهات، ويطلبون دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين. وقد جرت سنة الله الكونية أن الحق عزيز لا يوفق له إلا من طلبه بصدق. وبرهان هذه الصفة حديث أبي سعيد، حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتيه قوم من أهل المشرق محلقة رؤوسهم. يتيه قوم من أهل المشرق محلقة رؤوسهم. واتفق المفسرون لهذا الحديث أن المقصود بهم الخوارج، وأن آفتهم من قبل المشرق. لم نر خوارج خرجوا من قبل مصر ولا من قبل المغرب، وإنما أغلب فتنة الخوارج يأتينا من وين؟ من مشارق الأرض، من أفغانستان ومن العراق ومن إيران. هذه هي مواطن الخوارج. وبالمناسبة وهي مواطن الدجال التي يختفي في أحد جزائر بحورها. والدجال نعتقد معاشر أهل السنة أنه موجود الآن وحي، ولكنه في حفرة في أحد جزائر البحر الله أعلم بها، وخروجه من جملة علامات الساعة، وإنما يخرج في عراض الخوارج والعياذ بالله، أي يكون فردا من أفراد جيوشها في أول أمره قبل إعلانه بأنه الله. ومن جملة صفاتهم قتال أهل الإسلام، فلا هم للخوارج إلا قتل أهل الإسلام. يصبحون ويمسون وتدبيرهم كله في نحور أهل الإسلام، كله يصب في كيفية إراقة دم المسلمين. لا هم للخوارج، ما همهم أن يغزوا أوروبا ولا أمريكا ولا أن يحرروا القدس من اليهود، ولا همهم قتل الصفوية الرافضة ولا البوذيين، وإنما همهم كيف يقتلون أهل الإسلام فقط. فأشد أعداء الخوارج هم أهل الإسلام. وإذا أطلق أهل الإسلام فلا يقصدون به الأشاعرة والجهمية والصوفية، لا، هذولي أصحابا للخوارج، لكن يقصدون بهم أهل السنة والجماعة. فألد أعدائك أيها السني هم الخوارج، وأعظم الطوائف عداوة لك تلك الطائفة التي ترى ذبحك قربة وطاعة لله عز وجل.
أعظم الطوائف عداوة لك تلك الطائفة التي ترى ذبحك وإراقة دمك وقطع رأسك من بين كتفيك وتقطيع أوصالك وشوي جثتك والتدفئة عليها قربة وطاعة لله عز وجل، وهم الخوارج. الخوارج يتعبدون الله بقتل أهل الإسلام، وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج: يقتلون أهل الإسلام. فالحذار الحذار. ولذلك من ينتسب للخوارج في هذا الزمن لا هم له إلا تهديد بلاد التوحيد، تهديد المملكة، تسخير هؤلاء الشباب في تدمير بنية المملكة ونشر التخويف وترويع المؤمنين على أعراضهم وفي مساجدهم، حتى صارت المساجد تحمى من قبل الدولة. المساجد في بلاد التوحيد ترابط عندها الدوريات بسبب الحذر من هذه الطائفة الخبيثة الملعونة. الناس صاروا يتأخرون عن حضور صلاة الجمعة خوفا من وجود خارجي بينهم قد لغم نفسه ويقتل المسلمين في بيوت الله عز وجل. فهذه طائفة قذرة. لا تظنن أن الخوارج سوف تطلق رصاصة واحدة في صدر كافر، لا تتصور، بل جميع الرصاص معد لنا. كل الأسلحة التي تأتيهم من الدول الكافرة ويدخرونها هي لنا، كل القنابل لنا، كل الإعداد والتدبير والتخطيط لنا، فلنبادرهم قبل أن يبادروا.